بما إن الأسعار مرتفعة هنعمل أكلات صحية واقتصادية ولكن بطريقة موفرة. أهلا بيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة هنعمل البرجر الكيتو واللو كارب، حساسية الجلوتين ومرضى السكر، ولكن بكمية اقتصادية جدا وبطريقة موفرة. شايفين هنفرزه وكمان هيكون مناسب لشهر رمضان الكريم. يا رب بلغنا شهر رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. هنشوف الطريقة بتاعته للتفريز، وكمان لو عايزين نعمله بكمية اكبر هنعرف خلال الفيديو. يلا بينا نشوف البرجر القمر ده عملناه ازاي ونشوف المكونات والطريقة. لكن قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس أو الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا مع بعض نبدأ بالمكونات والطريقة. بسم الله. وأول حاجة هنجيب معانا الكبة، وأول مكون هو هيكون كوباية من الترمس المسلوق. نقدر نجيبه حبوب جافة ونسلقه في البيت أو نجيبه يكون مسلوق جاهز. بعد كده هناخد معانا كوباية. وتاني مكون معانا هو بصلة متوسطة، فص واحد من الثوم. وعندنا هنا دي قطعة واحدة من الفراخ، ده قطعة من الصدور، ودي اللي هنعمل بيها البرجر كله. بعد كده البهارات بتاعتنا، البهارات دي روعة جدا مع الفراخ. هي بتكون معلقة صغيرة من الزعتر والبردقوش والكزبرة وروزماري وملح وكمون ورشة من الفلفل الأسود. البهارات دي بتكون روعة جدا مع الفراخ. ومعانا واحدة من البيض، وكمان معلقة من المستردة. بجد انتوا هتاكلوا احلى برجر، يعني احلى بكتير من الجاهز ومضمون وهيدينا كمية حلوة جدا. هنبدأ نضرب بالكبة كويس جدا، طبعا احنا عايزين كل المكونات تتفرم. فطبعا احنا بنوقف ونبدأ ان احنا بالسباتولا نقلب كل المكونات ونرجع نضرب تاني. البرجر ده مفيش اي طعم خالص للترمس، يعني هو طعمه برجر فراخ ولكن صحي وطعمه احلى بكتير من الجاهز. بعد كده لما نفرمهم كويس جدا هناخد الكمية بتاعتنا ونحطها في البولة عشان نضيف عليها باقي المكونات. وطبعا احنا البرجر بتاعنا صحي فمش هنستخدم دقيق، ولكن هنستخدم بديل الدقيق، هو بديل دقيق اللوز. انا هستخدم معايا هنا دي تلت كوباية، وكمان معلقة من بذور الكتان الذهبي. وهبدأ ان انا اقلب كل المكونات، عايزاهم يتخلطوا كويس فهقلب كويس جدا كل المكونات مع بعض. شايفين كده حبايبي؟ خلاص انا كده قلبت البرجر جاهز معايا معلقتين من زيت الزيتون، ودول اللي هستخدمهم في البرجر وتسويته كله. بعد كده هنجيب المكبس بتاع البرجر، وانا بحب ان انا استخدم معاه اكياس التخزين عشان تكون سهلة. وكمان هنجيب معانا الطبق وهنفرد عليه كيس من اكياس التخزين عشان لو حابين نخزن البرجر على طول بعد ما نخلصه. بعد كده هاخد المعلقة بتاعتي واحطها في زيت الزيتون، وابدأ اخد من البرجر بتاعي معلقتين كبار عشان يكون حجمه كله متساوي. فهبدأ ان انا اخد بالمعلقة، هتبقى كل قطعة عبارة عن معلقتين. شايفين؟ بعد كده هبدأ ان انا اشكل البرجر بتاعي. ولو مش متوفر المكبس بتاع البرجر ممكن نعمل في اي غطا علبة صغيرة، وكمان هيطلع حجمه اصغر وهيديكوا عدد اكبر من البرجر. شايفين البرجر بتاعنا؟ طبعا المكبس بيعمل حجم برجر كبير، انما احنا لو عايزين نعمل برجر يكون بحجم اصغر يبقى هنستخدم ممكن يكون اي غطا لاي علبة عندنا، وبرضو نحط فيها اكياس التخزين ونبدأ ان احنا نشكل البرجر بتاعنا عشان يطلع شكله حلو ويعجب الاولاد وكمان هو طعمه رائع. شايفين كده حبايبي؟ انا بخلص وحدات البرجر وببدأ احطها على الطبق اللي انا حاطه عليه كيس التخزين. هكمل الكمية كلها بنفس الطريقة. شايفين يا حبايبي؟ هو عمل معايا 5 من البرجر، حجمه كبير، يعني الواحدة هتكون لفرد مشبع جدا. بعد كده حبايبي هنبدأ في التسوية.
هنجيب معانا الجريل او المقلاية بتاعتنا ونسخنها كويس، وحطيت فيها المعلقة من زيت الزيتون اللي انا كنت بشكل فيه، واتبقت معلقة حطيتها معايا في الجريل. بعد كده هبدأ ان انا اقلب البرجر بتاعي لغاية ما يبدأ ياخد لون دهبي زي ما انتوا شايفين. وطبعا الفراخ من الحاجات السريعة جدا في التسوية. وكده بقى جاهز معايا البرجر. انا طبعا ما سويتش الكمية كلها، انا بس حبيت ان انا اوريكم بعد التسوية هيكون شكله ايه، والباقي هفرزه، وبرضه هوريكم طريقة التفريز. شايفين يا حبايبي البرجر بعد التسوية حلو ازاي؟ بجد طعمه حلو قوي، ومفيش اي طعم خالص للترمس، يعني هو طعمه برجر فراخ. وكمان انا فرزته كل واحدة لوحدها، حطيت عليها اكياس التخزين، وبعد ما بتتجمد ببدأ ان انا احطهم عادي زي ما انتوا شايفين كده، مش بيمسكوا في بعض، وبنطلع حسب العدد اللي احنا عايزينه. يعني لو عايزين تطلعوا واحدة او اتنين هيكون سهل معاكم. وطبعا انا قلت لكم انتوا لو عايزين تعملوا الحجم يكون اصغر هيعمل معاكم ممكن 8 او 10 كمان من البرجر. طبعا ده صحي ومناسب لنظام الكيتو واللو كارب ومرضى السكر وحساسية الجلوتين، احنا ما استخدمناش دقيق خالص، فهو مفيد جدا للصغيرين والكبار. وتقدروا ان انتم كمان تخزنوه لرمضان. يا رب اللهم بلغنا شهر رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. ابدأوا جهزوا حاجتكم، وكمان هنعملها زي ما انتم شايفين بطريقة اقتصادية وموفرة، وكمان الطعم روعة. ان شاء الله تجربوه يا حبايبي ويعجبكم. هستنى رأيكم وهستنى تعليقاتكم الجميلة والحلوة اللي بستناها. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو استفدتوا من الفيديو ما تنسونيش من اللايك، ويا ريت شير لاصحابكم وحبايبكم عشان يشوفوا الوصفات الصحية ويستفيدوا منها. وتقدروا حبايبي تقدموه مع اي نوع من انواع الخبز الصحي. ده خبز العدس، خبز رائع جدا، وكل اللي جربه بجد عجبه جدا ومشبع جدا. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف للي حابب ان هو يجرب الوصفة. وكمان البرجر ده تقدروا تاكلوه مع سلطة بس لان هو مشبع جدا. وكمان ده خبز البرجر ده ما استخدمتش فيه اي نوع من انواع الدقيق، او باتنين مكون بس، وزي ما انتوا شايفين خبز للبرجر طري جدا وطعمه حلو قوي. وده مناسب لنظام الكيتو واللو كارب وحساسية الجلوتين. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وكمان قدموا معاه المايونيز الصحي بدون بيض وبدون منتجات ألبان، تقدروا تعملوا بيه سلطة وتاكلوها جنب البرجر، هيكون مشبع جدا. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. صندوق الوصف هو بيكون الكلام المكتوب تحت العنوان، هتلاقوا فيه اللينكات لكل الفيديوهات. اتمنى تجربوا الوصفة ان شاء الله وتعجبكم، وبإذن الله اشوفكم في وصفات كتير وتكون صحية بأمر الله. استودعكم الله، سيبكم في رعاية الله وأمنه، مع السلامة.